يا جماعة منتخب المغرب مجانين. يعني بلشوا بكأس العالم بخسارة أمام اليابان 2-0، رجعوا خسروا 6-0 أمام البرتغال، وقت ظن الجميع أنه انتهوا ورح يغادروا على بلدهم. حققوا نتيجة تاريخية هي الأكبر بكأس العالم، وقت فازوا على نيو كالدونيا ب 16-0 لتكون النتيجة الأكبر بتاريخ كأس العالم للناشئين. تأهلوا على الدور 32، واجهوا أمريكا خسرانين 1-0. أمريكا أمام فرصة تانية لا زيادة رصيدة بالأهداف، لكن ركلة الجزاء ما دخلت بدقيقة الأخيرة، وقتها كان الكل مفكر أنه أمريكا صارت بالدور ال16. المغرب من جديد ظهرت عبر أحد أبطالها اللي سجل هدف التعادل وسط جنون الجمهور المغربي اللي ما صدق شو عم بيصير، ليروحوا لركلات الترجيح اللي ابتسمت للمنتخب المغربي ليتأهل على الدور ال16. منتخب كان انتهى كلينيكيا بالدور الأول، لكن اليوم صار بالدور ال16 ليتابع طريقه وسط تشجيع كثير كبير لدى الجمهور. سيناريو جميل. منتخب المغرب في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بيواجه بالدور ال 32 منتخب الأمريكي. منتخب الأمريكي ينزل المباراة ويسجل 1-0 على منتخب المغربي. ينتهي الشوط الأول. الشوط الثاني منتخب الأمريكي عنده ضربة جزاء، ولو سجلها حينهي المباراة على منتخب المغرب، ولكن التوفيق من الله. منتخب الأمريكي ضيع ضربة الجزاء عشان بالدقيقة 89 أسود الأطلس يجيبوا هدف التعادل. ومين جاب هدف التعادل؟ عبد الله وزان اللي نزل بديل ورجع طلع مصاب، ويروحوا إلى ركلات الترجيح. كان حارسهم اللي أنا مش عارف اسمه، اكتبوا لي اسمه بالتعليقات، حارس منتخب المغرب اللي تصدى لضربتين ركلات جزاء للمنتخب الأمريكي وأهلهم للدور القادم. أنت متخيل معي من منتخب خسر من اليابان وخسر من البرتغال إلى منتخب تأهل للدور ال 32 وفاز على منتخب الأمريكي وتأهل للدور ال 16. أسود الأطلس أبطال لا يرفعوا الراية إلا على أجسادهم.